السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. وسع بقى، النهاردة جايبة لكم قشطة الأفران أو نواعم الأفران. بجد بجد ملهاش حل، جميلة جدا ومقادير سهلة وبسيطة أوي 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 أوي، وهتنفعكم في وقت الفطار، في وقت العشاء، جنب كوباية شاي، جنب كوباية شاي بالحليب، في منتهى الجمال. ومفيش أسهل ولا أيسر من المكونات بتاعتها. بس قبل ما نشوف الوصفة والطريقة، يا ريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل الوصفات السهلة والبسيطة المتعودين نعملها سوا مع بعض. يلا بينا على طول نبدأ ونشوف الوصفة ونقول بسم الله. هنحتاج 500 جرام من الدقيق، وعليهم رشة ملح، باكت من الخميرة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص كوباية وعليهم من الزيت، وعليهم معلقتين 2 بس من السمنة. وهنحتاج لربع كوباية ومعلقة كبيرة من السكر البودر، وهنحتاج لمية. شايفين المكونات سهلة وبسيطة ازاي؟ يلا بينا على طول نبدأ ونشوف نعمل ايه. طبعا حبايب قلبي عارفين ان انا بشتغل بالعجان عشان ايديا تعبانه، فهننزل بكميه بسيطه من الميه، وهننزل بباكت الخميره، وهنبتدي ندوب الخميره كويس قوي عشان نتاكد ان هي نشطه قبل ما نضيف عليها السكر بالشكل ده. طبعا بكل سهوله بكل يسر هنقدر نعجن العجين ده على ايدينا، ومش هياخد من ايدينا اي وقت خالص. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. بدات اقلب الخميره بكميه البسيطه من الميه، وتكون ميه دافيه عشان الجو ساقع، عشان بس تنشط لي الخميره. وبدات انزل بالربع كوبايه من السكر، وعليهم معلقه كبيره ما ننساش كمان من السكر. هنبتدي ننزل برضو عليه كده بالراحة كده بالسكر، ويكون سكر الأفضل. يعني أنا استخدمت السكر البودر عشان يسهل لي إن هو يدوب كويس مع الخمير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا بلف كويس قوي السكر مع المية والخميرة عشان يتجانسوا مع بعض وما يكونش لهم اي اثر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا اتاكد ان الخميره بتاعتي بدات تكون نشطه، وبدات اهي تعمل فوم كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اقلب كل المكونات الجافه اللي هي الباقيه، اللي هي الدقيق مع رشه الملح مع المعلقه الصغيره من البيكنج باودر، وهبتدي انزل بيها في العجان. ايه رايكم؟ مفيش اسهل ولا ايسر من كده، طريقه سهله جدا جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصراحه عملت معايا كميه حلوه قوي، ووفرت عليا الفطار، وفرت عليا عشاء في اي وقت كده واحنا قاعدين. بنبتدي نعملها بكل سهوله، وندفي بيتنا كده ونملاه خير. نزلت بقى يعني حوالي ما يعادل كوبايه الا حاجات بسيطه جدا، اللي هي الزيت، ومعلقتين 2 بس من السمنه. ممكن كمان ان احنا نستخدم كل المعيار الماده الدهنيه من الزيت، بس الافضل معلقتين السمنه دول بيفرقوا في الطعم وفي الريحه. طبعا يكون لو افضل كمان لو كانت سمنه بلدي، يا سلام. هبتدي بقى اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزه اغلف الدقيق بتاعي ده كله بالماده الدهنيه اللي انا نزلتها خلاص. وهبتدي اجيب سباتيولا كده، وهنزل كل اللي موجود عندي في الجناب عشان يتشرب بالماده الدهنيه. ودي اهم خطوه. طبعا زي ما قلت لكم نقدر نعملها على ايدينا بكل سهوله، لغايه لما احس ان الدقيق بتاعي ما عادش له اي اثر نهائي، وتشرب كله بالماده الدهنيه اللي انا نزلتها. شايفين الطريقه دي؟ انا لسه ما حطيتش اي سوائل عليها نهائي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بدأ الدقيق يفرول معايا ويتغلف كويس اهوت. ودي اللي بتديني النعومة وبتديني الطعم الحلو واللي بيدوب في البق كده في النواعم بتاعة الأفران. شايفين؟ اظن مفيش حاجه صعبه فيها خالص. ليه اشتريها من بره بالغالي وانا اقدر اعملها في بيتي وضامنه نظافتها، وكمان ماليه بيتي بالخير كده وبريحه الخبيز كده. بتبقى في البيت جميله، والدفى بتبقى حلوه كده لما بتطلع من ايدك حاجه حلوه لاولادك وتكون من عمايل ايديك. خلاص بدأت زي ما انتوا شايفين العجين اختلف تماما، بدأ يتشرب كلته ازاي. برضو هديله كمان لو احتاج لفة كمان، انزل اللي في الجناب واديله لفة كمان، ما يمنعش. المهم ان انا ما اخليش فيه اي اثر خالص للدقيق بتاعي.
كل ما هديله او اخدمه كويس واخليه يتشرب كويس الماده الدهنيه، كل ما هيديني نعومه زي ما انا قلت لكم. بدات انزل بكميه بسيطه، واحده 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 كده بالميه. ممكن كمان نضيف عليها حليب، يعني ده او ده، بس هي الميه عشان ما نزودش في المواد السائله اللي فيها. الميه برضو بتكون جميله وبتديها طعم وريحه حلوه برضو مع السمنه اللي احنا ضفناها. حبه حبه صغيرين بحبه صغيرين زي ما قلت لكم. طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني، بس المعتاد عندنا ان نص الكميه بيكون سوائل. يعني 500 جرام من الدقيق معاهم تقريبا اللي هو 250 ملي من الميه، يعني حوالي كوبايه من الكوبايات المعياري. نزلت واحده واحده لغايه لما العجينه بتاعتي بدأ قوامها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. كل ما كانت بقى العجينة بتاعتي ناعمة وحلوة، كل ما ادتني نتيجة أفضل. زي ما انتوا شايفين كده، اما اجي عجينها على ايديا ما تشققش معايا. ممكن تشقق من الطروف بس ما تشققش من النص، تكون ناعمة بالشكل اللي انتوا شايفين. طب لو شققت معايا بديها شوية مادة من المواد السائلة أو شوية لبن أو مية بالشكل اللي انتوا شايفينه. خلاص كده، خلاص العجينة بتاعتي 10/10، ما بتلزقش، وفي نفس الوقت عجينة لينة وجميلة بالشكل اللي انتوا شايفينه، ومخدومة كويس قوي. طبعا على ايديا حوالي من 7 دقايق ل10 دقايق عجن. تمام يا حبايب قلبي، هسيبها بقى كده وهبتدي اغطي عليها لغايه لما تخمر حوالي ساعه، واحطها في مكان يكون دافي. ادي شكلها بالشكل ده اللي انتوا شايفينه بعد ما خمرت. مش خمرت اكتملت خمرها، لا، نص تخمير. بدات اجيب الصواني بتاعتي. طبعا ما بدهنهاش اي ماده دهنيه لان هي مكتفيه بالماده الدهنيه اللي موجوده فيها. بدات اجيب قطعه كده من العجينه وهلم اطرافها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه واعملها زي السره وعلى البورد بتاعتي، وابتدي اكورها كده كور صغنونه زي حجم الليمونه الكبيره. يعني احنا عاملين نواعم كده او ميني قرص او نواعم كده، فبتبقى حلوه كده شكلها، وهي يدوبك كده على القد بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين ما شققتش معايا وجميله ازاي، والوش بتاعها ناعم وجميل. هبتدي اوريكم واحده كمان اهيت بشكل تاني، ممكن اعملها على ايديا برضو بكل سهوله، او اعملها على البورد بتاعي. تمام، هحطها كده لمها من كل الزوايا كده زي السر بالشكل ده، وهبتدي اكور الوش بتاعها بحيث ان انا اخليه وش ناعم مفيش فيه اي تشقيق خالص، وعلى ايديا كده. وبدات احطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سهله، مفيش اسهل من كده. في ثواني تقومي حضريها وقومي اعمليها لاولادك، تكون من ايديكي جميله، وكمان هتعمل معاكي كميه حلوه ما شاء الله. ممكن تخليها ساده بالشكل اللي زي ما انا عملت، ممكن تعمليها بعجوه، ممكن تعمليها بجبنه، اي حشوه. ممكن تسيبها كده جنب كوبايه شاي او كوبايه شاي بحليب في منتهى الجمال. تاني مره بقى انا هسيبها تتخمر حوالي نص ساعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في مكان يكون دافي. طبعا بعد ما عملتها بالشكل ده انا نزلت عليها بس نزله خفيفه كده بكفه ايدي، علشان قبل ما تتخمر اظبطها الاول. قبل ما احطها في مكان دافي اظبطها الاول بكفه ايدي كده، وبدات نص تبطيطه صغيره، مش اجيبها لاخر الصينيه، تبطيطه على خفيف كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهسيبها بقى تخمر في مكان دافي، وهوريها لكم اول ما تخمر على طول قبل ما ادخلها الفرن. طبعا عملت معايا كميه كبيره صينيه ديت، وعملت كمان معايا، هوريكم الكميه اللي انا عملتها وبعد ما تخمر كمان هوريها لكم. ادي الصينيه التانية اهي برضو بنفس الطريقه بكفه ايديا، وبدات انزل عليها خفيف خالص، ما اجيبهاش لاخر الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين الكميه عملت من نص كيلو، وعملت معايا قد ايه؟ كميه كبيره جدا، ومعلقتين سمنه بس عملت الكميه دي كلها مع شويه دقيق وشويه زيت صغيرين. وادي شكلها حبايب قلبي بعد ما خمرت. شايفين اختلفت طبعا، سايبه مسافه بينهم، بدات تخمر اهيت وبداوا يكونوا جنب بعض. في الوقت ده انا مخليه الفرن بتاعي على درجه حراره عاليه جدا، اعلى حاجه. حطيتها في النص، فتحت عليها الشوايه على هادي خالص، طلعت بالشكل الجميل اللي انتوا شفتوه ده. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ احطها في طبق التقديم بقى واوريها لكم على طول. ايه دي شكلها يا حبايب قلبي. ونسيت اقول لكم كمان، اول ما طلعتها اديتها بخه كده بالميه عشان تكون طريه معايا وشها ما يكونش ناشف. شايفين شكلها جميل ازاي؟ تحفه تحفه بجد من جوه بقى. مش عايزه اقول لكم بقى الطعم حكايه حكايه بجد.
لذيذة جدا جدا جدا، واحلى من بتاعت بره مليون مرة، وعمرنا ما نشتريها تاني من بره ابدا. ايه رأيكم يا حبايب قلبي؟ يا ريت تكون الوصفة سهلة وبسيطة والمكونات متيسرة وموجودة عندكم في كل مطبخ. ولو عجبكم الوصفة والطريقة ما تنسونيش باللايك والشير، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل الوصفات السهلة والبسيطة المتعودين نعملها سوا مع بعض. واقول لكم ايه، هتوحشوني من الوصفة دي الوصفة الجاية. شوفوا وشكم على خير، فيديو جديد ووصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.